التفخيم هو تسمين الحرف وتغليظه، بمعنى يكون في المخرج سمينا وفي الصفة قويا، يعني راح يمتلئ الفم بصداه. فناخذ الراء المفخمة صوتها راء راء هكذا. أما الترقيق هو تنحيف الحرف، تنحيف الحرف حيث يكون في مخرجه نحيفا وفي الصفة ضعيفا، يعني راح ما يمتلئ الفم بصداه. تسمين التفخيم، تنحيف الترقيق هكذا. إذن راء تفخيم، ري ترقيق. شوف هو الراء واحد لكن يقرأ بحالتين، إما مفخم وإما مرقق. راح ناخذ متى نرقق الراء وراح ناخذ متى نفخم الراء. فإذا حالات التفخيم في الراء: 1. إذا كانت الراء مفتوحة، إذا كانت الراء مفتوحة تفخم الراء. مثلا كلمة الرحمن، الرحمن، راح نجي نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن صار عندي تفخيم في الراء. فإذا الحالة الأولى إذا كانت الراء مفتوحة، وين جاي باوع؟ جاي باوع على حرف الراء. فإذا حركة الراء مفتوحة شنو حكم الراء؟ راح يكون حكم الراء التفخيم. 2. إذا كانت الراء مضمومة، فإذا كانت الراء مضمومة شنو حكمها؟ تفخيم لو ترقيق؟ لا، قبل نقول تفخيم. مثل كلمة الروح، الروح أيضا فخمت. نتذكر صوت الترقيق، مثلا ريح، ريح، شفت الراء هنا. أما في كلمة الروح هنا تفخيم، في كلمة ريح مرقق. فشفنا صوت الراء في التفخيم وصوت الراء في الترقيق. نتذكر إذا كانت الراء مفتوحة شنو حكمها؟ تفخيم. إذا كانت الراء مضمومة شنو حكمها؟ أيضا تفخيم. 3. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها حرف مفتوح أيضا مفخمة. 4. إذا كانت الراء ساكنة للوقف وقبلها ساكن غير حرف الياء وكانت مسبوقة بفتح أيضا راح يكون تفخيم. شنو يعني ساكنة للوقف؟ يعني الكلمة منتهية بحرف متحرك، ولكن قاعدة عند العرب عندما يقفون على الكلام يقفون على ساكن. فراح نقرأ هذا في حال الوصل، هذه الكلمة آخر الكلمة متحرك لو ساكن؟ لا، متحرك لكن سكنت للوقف. إذا النقطة شلون نلخصها؟ إذا كانت الراء ساكنة للوقف وقبلها ساكن غير الياء وقبلها حرف مفتوح، مثل كلمة القدر، نقف على الراء هنا. إذا نريد نوصلها القدري، أما إذا نقف القدر فإذا كان الراء ساكن للوقف وسبق بحرف الدال وسبق بحرف مفتوح. 5. الحالة الخامسة إذا كان الراء ساكن للوقف وقبلها ساكن غير الياء وسبقت بضم، يعني أيضا ساكن للوقف مسبوق بحرف ساكن لكنه غير الياء وسبق بحرف مضموم، أيضا راح يكون عندنا الحالة مفخمة. شلون يعني؟ مثلا كلمة عسر، كلمة الأمور، لو لاحظنا الواو ساكن، الراء وقفنا عليها فأصبحت ساكنة وسبقت بواو ساكن وسبقت بميم مضمومة، الأمور هكذا. فإذا هذه الحالة الخامسة لحالات التفخيم. بعد عندنا حالة من حالات التفخيم إذا كان الراء ساكنة وقبلها حرف مكسور ولكن بعدها حرف استعلاء مفتوح، يعني الراء ساكنة سبقت بحرف مكسور والكسر أصلي وبعدها أتى حرف استعلاء مفتوح. شنو حالته؟ تفخيم لو ترقيق؟ لا، راح نكون
راح يكون تفخيم، مثل كلمة مرصاد. ما قلت مرصاد، خطأ، مرصاد. يابا من راء ساكن مسبوق بكسر، لا، تأثير حرف الاستعلاء المفتوح يكون أقوى، فأخذ استعلاء الراء بسبب تفخيم الراء بسبب استعلاء حرف الصاد. الحالة الأخيرة للتفخيم إذا كان الراء ساكن وسبق بكسر عارض، فهنا يفخم. شنو الكسر العارض وشون يصير؟ اللي هو نلاحظ كلمة ارتضى. ارتضى همزة وصل. همزة الوصل في حال الابتداء بالأفعال قبل قليل ايش قلنا نلاحظ الحرف الثالث مفتوح مكسور نبتدئ بالكسر، مضموم نبتدئ بالضم. ارتضى الحرف الثالث مفتوح، يعني ايش راح نبتدي؟ بالكسر. هاي الكسرة أصلية لو أنا عرضتها للحرف حتى ابتدي، لا أنا عرضتها، فإذا صارت كسر عارض. زين الراء ايش بي؟ الراء ساكن سبق بمن؟ سبق بكسر عارض غير أصلي، فإذا هنا ما هو حكم الراء؟ حكم الراء التفخيم. هذه الحالة أيضا تدرس. وإذا كان سبقت بكسر عارض لكنه مفصول أيضا تفخم، مثل من ارتضى. مني، المن معروفة النون ساكنة، لكن هنا حركت للتخلص من التقاء الساكنين. من ارتضى فخم الراء، وذلك لكونه مسبوق بحرف ساكن، بحرف مكسور ولكنه غير أصلي. أتمنى هذه المعلومات للتفخيم تكون واضحة. أما السؤال الثاني، متى ترقق الراء؟ ترقق الراء في حالات قليلة. 1، إذا كانت الراء مكسورة، مثل كلمة ريح، مثل كلمة مريج. قبل شوية في كلمة الرحمن سوينا الرحمن هسه في كلمة مريج ضاع الراء شلون طلعت؟ مريج. شفت شلون الترقيق؟ فإذا إذا كانت الراء مكسورة شنو حكم الراء؟ راح يكون حكم الراء الترقيق. 2، إذا كانت الراء ساكنة ومسبوقة بحرف مكسور شنو حكم الراء؟ أيضا راح يكون حكم الراء الترقيق، مثل كلمة فرعون. 3، إذا كانت الراء ساكنة للوقف وقبلها ساكن وقبلها كسر، نحو الذكر. أصلها الذكر، لكن سكنت للوقف وسبق بحرف ساكن وسبق بحرف مكسور. أما الحالة الرابعة، إذا كانت الراء ساكنة للوقف وقبلها ياء مادية، فإذا شو تكون هنا؟ شنو حكمها؟ يكون حكمها الترقيق، مثل كلمة خبير. الحالة الأخيرة، متى ترقق الراء؟ ترقق الراء إذا كان الحرف الذي بعدها حرف إمالة. الأخ المخرج يقول